بحال واحد لابول هنا. تخيلوا انا دابا غنمشي لا كلينيك ولا كانت انا واحد صاحبتي تجي عليا غنمشي لا كلينيك باسكو عندي ديك لابول هنا. جاريف با ريسبيري. زعما هذا اللي دا ليا بيسي فقصني فقصه وحق الله دا لي خدمتي كامله من نهار بديت في السوشيال ميديا. Let's go. واش ديجا حسيتي بشي حاجه ثقيله ليك هنايا وضغط عليك على صدرك بحال شي حجره؟ واش كتحس بشي حاجه كتخنقك وما كتخليش النفس تمشي وتجي بشكل عادي؟ واش كتحس بشي بول ديال العافيه اللي كتحرق لك هاد المنطقه؟ شوف معايا الفيديو باش تفهم اكثر. هاد المنطقه كتسمى ذاكره الصدمات العاطفيه، يعني اي صدمه دزتي منها سابقا في الماضي تعرضتي فيها للخيانه، للغدر، التخلي، الهجران، هنا في كتسجل وكتبدا كتحس بهذا الاحساس اللي هو خايب وكيديرونجيك. بغيتي تتخلص من هذا الاحساس ما عليك الا اول حاجه غادي تقرر تصنت راسك وتعطي راسك واحد الفرصه في تواصل مع نفسك. ما تقولش ما عنديش الوقت اولا دائما معايا بنادم. خذ واحد الوقيت نزاوي في واحد الغرفه تكون بوحدك، نقص من الضوء، هبط الريدو وجلس من الاحسن على الارض. بدا تسول راسك اشنا هما المشاعر اللي كتحس بهم هنا. واش حزن، واش يأس، واش غضب، واش خوف، واش غيره؟ اشنو بالضبط انت اللي حاس بيه؟ تقبل هاد المشاعر، حيت هاد المشاعر هي الطريق اللي غيقيدك نحو واحد الطريق فيها الامان. باش تقدر تجيريها وتنقص من الحده ديالها غادي تبدا كضرب هكا بشويه بشويه، كتربط على هاد البلاصه وغادي تقول اتقبل هاد المشاعر، كنتقبل الماضي ديالي، كنتسامح مع الماضي ديالي، كنتسامح مع راسي. هادشي اللي دوزتو ما داش هكاك صدفه وما داش خاوي، تعلمت منه كذا وكذا، استفدت منه التجربه كذا وكذا. انا من بعد هذيك الصدمه انا اليوم اقوى، انا انضج، انا اكثر حكمه، انا اكثر قوه. ردد هذه التوكيدات كلها في خاطرك اولا بصوت مرتفع، ودائما ما تنساش مع التربيط غادي تحرر ان شاء الله من هذه المشاعر وغادي تحرر من كل هذاك الضغط اللي على صدرك. جرب ورد لي الخبر. اذا استفدتي من الفيديو ما تنساش تخلي لي واحد شكرا صغيره في التعليق وبارطاجي الفيديو باش تعمل استفاده.